عمرك شفت حد قلبه مليان سلام وسط عاصفة ألم؟ السر ده كان في العذراء. السلام اللي ولا صليب هزه ولا دمعة طفته. العذراء كانت عارفة إن الألم جزء من الرسالة، ولكن قلبها متمسك بالرجاء. حتى وهي واقفة تحت الصليب ما كانش فيه يأس، كان فيه رجاء ثابت إن القيامة جاية. وده بيدينا درس كبير، إن الرجاء مش بيجي لما الظروف تتحسن، لكن لما نكون متأكدين إن ربنا معانا جوه الظرف نفسه. سلام العذراء ما كانش معناه إنها مش حاسة بالألم، ولكن كان معناه إنها مسلمة الألم ده بين إيدين ربنا. إحنا ساعات بنحاول نفهم ليه ربنا سمح بده، ولكن العذراء كانت بتعيش إزاي. أعيش في سلام وسط الألم. السر في إننا نحط عينينا على الوعود مش على الدموع. الرجاء اللي في قلب العذراء بيعلمنا حتى لو كل الأبواب اتقفلت، باب ربنا مفتوح. هي شافت الصليب بعينيها، ولكن شايفة كمان العرش السماوي بعين الإيمان. احنا بنفتكر الألم آخر الطريق، ولكن مع ربنا الألم ده بدايته قيامة. العذراء كانت بتعلمنا بالصمت قبل الكلام، وبالسلام قبل المواجهة. حتى وسط صراخات الناس ودوامة الأحداث كانت واقفة ثابتة زي الجبل. وده مش قوتها الشخصية، ولكن حضور الله اللي مالي قلبها. أوقات كتير احنا بنفتكر السلام ضعف، ولكن في الحقيقة هو أعظم قوة. السلام مش بيجي فجأة، ده بيتبني مع الأيام. العذراء كانت بتخزن وعود الله في قلبها، كلمة ورا كلمة وموقف ورا موقف. علشان كده لما جت اللحظة الصعبة طلع من قلبها سلام متخزن من زمان. احنا ساعات بندور على السلام في الأماكن الغلط، في الظروف، في الناس، في الحلول السريعة، ولكن العذراء علمتنا إن السلام الحقيقي مش بره. السلام بيكون جوه، لما يبقى ربنا هو اللي مالك على قلبك. والسلام مش معناه غياب الحرب، ولكن معناه ان الحرب متهزش سلامك. العذراء كانت تحت الصليب وامامها مشهد مؤلم، ولكن قلبها كان شايف ابعد من اللحظة دي، كان شايف السماء مفتوحة. سلام العذراء مصدر الثقة. الثقة في ان الله صالح حتى لما الألم بيكون موجع. الثقة ان القصة لسه ما كملتش، وان النهاية في ايدين اب محب. السلام اللي عند العذراء كان ماضي. كل اللي حواليها كانوا بيشعروا بالراحة لمجرد وجودها، مش بالكلام الكتير، ولكن بحضورها اللي فيه محبة وهدوء. سلامها كان بيطمن القلوب المرتبكة. سلام العذراء كان مرتبط بالاتضاع، لأنها ما اعتمدتش على نفسها ولا قوتها، ولكن على ربنا وحده. المتواضع مش بيحارب علشان يثبت نفسه، ده بيخليه يحتفظ بسلامه. وسلام العذراء كان بيحمل رجاء حتى في أحلك الأوقات. كانت متأكدة إن الفجر جاي، وده اللي يخلينا نصلي وسط الضيق ونقول يا رب أنا واثق فيك. سلام العذراء مش حكاية تاريخية، ده دعوة لينا النهاردة، دعوة إننا نسلم حياتنا بالكامل لله، ونسلم قلوبنا لسلامه اللي فوق كل عقل. السلام اللي كان عند العذراء مش سلام عادي، ده سلام ملوش مثيل. كان سلام بيعدي القلوب ويهدي النفوس ويشيل الخوف من العيون. تخيل انك في وسط موج عالي ورياح قوية، وفجأة تلاقي مكان هادي. وده بالظبط اللي كان بيعمله حضور العذراء وسط اي حد بيشوفها. ما كانتش محتاجة تشرح او تتكلم، مجرد وجودها كان كفاية علشان القلوب تطمن والعيون تبطل دموع. سر السلام ده كان الاتضاع. العذراء ما كانتش شايفة نفسها أعلى من حد، ولا كانت بتعتمد على قوتها أو حكمتها البشرية، ولكنها كانت مسلمة حياتها بالكامل لله. التواضع ده خلى قلبها مش متعلق بالمشاكل، لكن متعلق باللي ماسك زمام كل الأمور. لما القلب ما يبقاش مشغول بإثبات نفسه أو الرد على كل إساءة، بيبقى فاضي لسلام الله يدخل ويملك عليه. علشان كده سلام العذراء كان ثابت زي الجبل، ومش بيتأثر بعواصف الحياة. وسلام العذراء كان شايل جوه منه رجاء، رجاء في وعد الله، في حضوره، في محبته اللي مش بتفشل حتى تحت الصليب وهي شايفة ابنها في قمة الألم. سلامها كان مبني على يقين إن دي مش النهاية، وإن بعد الجمعة الحزينة فيه قيامة مجيدة. الرجاء ده هو اللي بيخلي السلام الحقيقي، لأنه مش سلام هروب من الواقع، ولكنه سلام مبني على وعد كبير. وسلام العذراء
مش قصة من زمان، ده رسالة عايشة لحد النهاردة. رسالة بتقول لو سلمت حياتك بالكامل لله مش هتلاقي نفسك لوحدك أبدا. سلامه هيملأ قلبك حتى في عز الألم، وهيخليك تشوف النور وسط الضلمة. السلام ده مش محتاج ظروف مثالية، محتاج قلب واثق في الله، زي قلب العذراء اللي بيفضل يعلمنا لحد النهاردة ازاي نعيش في سلام حقيقي. وفي الآخر يا أحباب، لو الكلام ده لمس قلبكم وحسيت بيه، شاركوا مع غيرك علشان يوصل لكل حد محتاج يسمع كلمة رجاء. ما تنساش تعمل لايك وتكتب تعليق تقول فيه ايه أكتر حاجة لمستك، واشترك في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. سلام العذراء معايا ومعاكم، وربنا يدينا دايما سلام وأمل ورجاء في محبته وإيماننا بيه. سلام، واشوفكم في فيديو جديد.